السلام عليكم. الناس كلها عماله تتكلم وقرارات نازله من الحكومه المصريه على ان اي اجنبي داخل مصر هيدفع $1000، وناس كتيره طلعت تنتقد القرار وناس طلعت تتكلم في اي حاجه وخلاص. والمشكله الناس دي متابعين، عندهم متابعين كتير، يعني عندهم ناس كتيره بتتابعهم. فالمفروض الواحد ما يتكلمش في حاجه وخلاص غير لما يكون عارف القرار ده ماشي ازاي او ايه اللي بيحصل بالظبط. مبدئيا انا لما بشوف حاجه وحشه والناس عارفه كده كويس انا بتكلم فيها وبقولها عادي جدا. انما في القرار ده الشخصي، في قرار ان اي اجنبي داخل مصر هيدفع $1000، انا مع القرار ده جدا. وانا مع ان اي اجنبي داخل مصر يكون ليه كفيل مصري او شخص مصري. ده قرار جميل جدا برضو وقرار كويس. ليه القرار ده كويس؟ القرار ده اتعمل، احنا عندنا في مصر مش لا يقل عن 23 مليون اجنبي عايشين عندنا في مصر. تقريبا في منهم 9 أو 10 مليون اجنبي مالهمش اوراق ومخالفين وعايشين في مصر كده وخلاص. مبدئيا احنا لما بنروح اي دوله عربيه بنعمل فيها اقامه سنويه وبندفع تامين صحي، ولما بنروح نكشف في اي يوم بعيدا عن التامين الصحي احنا بندفع فلوس. فلما احنا نعمل نفس القرار ما يزعلش حد. لما يندفع $1000 للمقيم عندنا في مصر ده ما يزعلش حد. ليه ما يزعلش حد؟ زي ما احنا بندفع في البلاد، زي ما احنا بندفع في اي دوله بنروحها، يبقى لازم على الناس التانيه تدفع زينا. طبعا ناس كتيره بقى مصريين طالعين يتكلموا ما ينفعش ان مصر تعمل كده، ما ينفعش ان اعمل الدول التانيه كده، مصر ام الدنيا، مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا، والكلام ده كله احنا عارفينه، والاشعارات دي اللي بتسمعها كتير ده كله احنا عارفينه. انما زي ما احنا بندفع في الدول بره لازم على الاجنبي اللي عايش عندنا يدفع. موضوع للكفيل يبقى عليه كفيل مصري، الاجنبي اللي موجود في مصر ده لازم يكون عليه كفيل مصري. حد يكون هيفتح شركه لازم يكون عندك حد مصري الاوراق باسمه، زي ما احنا في اي دوله بنروح نفتح شركه لازم يكون معاك حد من نفس البلد اللي انت شغال فيها يكون الشركه باسمه او هتكون المؤسسه باسمه. فده ما يزعلش حد. القرار ده هيطبق على مين؟ على فئه معينه مش على كل الناس. لو انت نازل عندنا مصر زياره اسبوع 10 ايام شهر شهرين القرار ده ما يتطبقش عليك. انت نازل سياحه فتره في مصر وماشي تاني مفيش مشكله، هتقضي زيارتك على خير وتمشي والناس هتعاملك احسن معامله. انما القرار ده هيطبق على الناس اللي اديلها سنه وسنتين وثلاثه واربعه عايشين في مصر وما لهمش اي اوراق. بمعنى ان في مشاكل كتيره بتحصل وفي حوادث كتيره بتحصل وفي حالات سرقه بتحصل وحالات قتل بتحصل، تيجي تدور على الشخص ده انت ما تلاقيش اصلا ليه ورق، عايش عندك كده وخلاص. يعني لما تحصل مشكله انت ما تعرفش ده مين. فلازم الحاجات دي تتعمل عشان خاطر سلامه ابنائنا وسلامتنا داخل البلد. لازم يكون عارفين الشخص ده مين ومين كفيله ونازل عند مين وشغال فين وشركته فين ومين صاحب شركته. لازم كل حاجه تكون معموله. انا عايز اعرف الناس اللي طالعه تنتقد القرار ده انت بتنتقده ليه؟ انت فاهم القرار اصلا؟ القرار ده كويس جدا ومن احسن القرارات اللي ممكن تكون عملتها الحكومه المصريه. انا بشوف حاجات كتيره غلط انا بتكلم عنها، بس القرار ده انا شايفه من احسن القرارات اللي ممكن تكون عملتها الحكومه. ومعنى ان كفيل مصري معاك او عليك كفيل مصري او صاحب شركتك كفيل مصري مش معنى ان هو يتحكم في الناس، مش هيرضى يخرج لك اجازتك ان هو تروح تشوف بلدك. لا ده طبعا انت هتروح بلدك وهتشوف اهلك وكل حاجه، بس لازما الاوراق يكون صاحبها او صاحب المؤسسه اللي انت فيها او صاحب الشركه يكون شخص مصري. انما ملوش علاقه باجازتك او نازل امتى او راجع امتى او الكلام ده كله. بمعنى صح احنا مش رجال اعمال مثلا هتروح نشتغل عندنا ونشغلك عندنا ونقعد نحط رجل على رجل. ده الموضوع عشان خاطر اوراقك تكون قانونيه، يكون في سلامه لابنائنا في مصر، ويكون الناس في امان، يكون عارفين الناس اللي نازله عندنا مصر دي مين بالظبط وبيعملوا ايه واديلهم كام سنه نكون عارفينها. ده ما يزعلش حد. انما انت نازل عندنا زياره هتقعد زيارتك وهتمشي مفيش اي مشكله، شهر شهرين هتمشي برضه مفيش اي مشكله. عايز تنزل مصر الناس هتشيلك فوق الراس ومحدش يعاملك معامله وحشه، واحنا عارفين اللي احنا بمعاملتنا الطيبه واسلوبنا الكويس مع الناس احنا بنحترم كل الناس. الموضوع ده الحكومه مش عاملاه عشان خاطر ان هي تخلي الشعب المصري يفترى على الناس، لا ده الموضوع ده معمول عشان خاطر يكون، او القرارات دي اتعملت عشان خاطر يكون في ربط وانضباط لكل واحد عندنا في مصر يكون بيعمل ايه. انت عندك 23 مليون اجنبي عايش عندك في مصر. قرار بقى مزعلك وشايفه وحش ده من وجهه نظرك، وانا من وجهه نظري شايف ان القرار ده صح، وانا بقول لكل واحد بشهيد ان القرار ده من احسن القرارات اللي عملتها الحكومه المصريه. ربنا يوفق بلدنا، واحنا نتمنى بلدنا تكون احسن من بلد في الدنيا. وزي ما بنتعامل في بلاد الناس وبندفع سنويه وبندفع اقامه، فلازم الناس تتعامل بالمعامله دي عندنا في مصر. احنا بنرحب باي حد من اي جنسيه عربيه يجي عندنا مصر. صدقني مش هتلاقي فتره سياحه تعيشها في اي دوله احسن منها هتشوفها في مصر. فتره سياحه كويسه، معامله كويسه، العمله بتاعتنا في الوقت ده نازله جدا، وهتقضي فتره سياحه عندنا في مصر مش هتلاقيها في اي دوله ثانيه. اتمنى تزوروا مصر وتشوفوا الاماكن الاثريه والاماكن السياحيه اللي عندنا في مصر اللي انتم محتاجين تشوفوها، بجد حاجات مش هتلاقوها غير في مصر. السلام عليكم، اشوفكم على خير.